من طالبة في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير إلى مقاولة في مجال الألبسة. أزول، مرحبا بك في الحلقة 14 من مولات الشي. عرفينا براسك. السلام عليكم، سميتي كوثر فضيل، خريجة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير 2017، ودابا مقاولة في المجال الألبسة الجاهزة. شنو هو المشروع ديالك؟ المشروع ديالي هو أروى، وأروى هي واحد كما قلت لك مشروع ديال الملابس الجاهزة. هي ماشي بالضروره ديال المحجبات، ولكن هي زعما ملابس محتشمه، يعني يقدروا حتى البنات اللي ما دايرينش الحجاب حتى هما يلبسوهم. خصوصا كنديروا الفساتين، حيت هو نقول لك هذاك البرودوي اللي تعرفنا به من الاول، والحمد لله بحال اللي الناس كيدخلوا لنا على ودو، ودابا بقينا كندخلوا لحاجه اخرى ان شاء الله. صافي هذا ما كان. واش ممكن تعاودي لينا اكثر؟ دي قصه طويله عريضه. مهم، دابا انا فاش كنت عندي 5 سنوات 6 سنوات، كان الوالد ديالي في ديك الفتره عنده واحد الظروف ماديه شويه صعيبه، يعني كان جلس من الخدمه، وكنا هذيك الفتره ما لقيناش باش نشريو الحوايج ديال العيد. وفريمون شنقول لك، كان عندنا شي 100 درهم ولا 200 درهم، ما 100 درهم واقيلا. فاتي لي جداتي وقلت لها ماما هانتي عافاك غير شري خويا بلا ما تشري لي انايا. والله الا كان عاقل عليها بحال البارح. المهم شريت لخويا داكشي، وبقات لي 30 درهم، شريت لي واحد لونسون بقى كنشوفو دابا في عيني صفر، فيه واحد الشورت وهكا. وفاش خرجت نهار العيد، واحد البنت بقات كضحك عليا في الدرب. مهم في هذاك لاج فريمون بقى فيا الحال بزاف، وقلت فاش غادي نكبر ان شاء الله ما غاديش نخلي شي دري يحس هذا الاحساس، وغادي ندير شي ماركه ديالتي. المهم ما كانت هكا. فاش دخلت لو ان سي جي ناقصه كانت سيونس مات، ما كنتش اصلا شوفي سبحان الله، ربي هو اللي كيسر لك الطرق. علاش ديما كنقول ما عرفتش انا واش اروى اللي اختارتني ولا انا اللي اختاريتها. كنت باغا ندير الميديسين، ما سهلش يلاه في الميديسين، ودرت لو ان سي جي، وانا عمرني ما كنت عندي الفكره اني ندير لو ان سي جي. قطعت شانطي، انا كنت قابلت في لانسا في لو ان سي جي، وقال لي خويا صافي غادي لو ان سي جي، حيت لانسا كانت في اسفي. انا كنت نقرا في واحد الليسي، وكانت لو ان سي جي قدامي اصلا مدرسه ما بين الليسي اللي كنقرا فيها ولو ان سي جي شانطي. وعمرني ما تخيلت، انا كنت كنضحك على داك الدراري ما كيعجبنيش الستيل ديالهم، تصوري لهاد يعني كنت كنشوفهم كل نهار. يسر لي الله في لو ان سي جي. فاش دخلت لو ان سي جي صافي قلت هذيك لابارتي الاولى ديال الحلم ديالي، ديال انه ما نخليش دري يحس بداك الشيء. اصلا في لو ان سي جي عندنا بزاف ديال المؤسسات وداك الشيء اللي كيديروا ان جي اوز ياك. فكنا كنديروا كل عام كسوه العيد ياك، كنجمعوا الفلوس، والحمد لله على مدى اكثر من 5 سنين. فاش تخرجت عاوتاني عامين ما كنت كنخلي حتى شي واحد في ديك المنطقه اللي انا ساكنه فيها يبقى بلا كسوه العيد. سبحان الله، واخا كانت صعيبه، ولكن الا كنا كنهضروا عليها ربي كيسر شي في شي. ما عرفتش هادشي اللي قلت لك، زعما التسخير ديال مولانا داكشي، انا غير كنت غير مسخره. صافي فاش وصلت كنت اصلا درت لو ان سي جي باش نمشي ليسكا. انا كما قلت لك اصلا واخا دخلت لو ان سي جي ما عمرش ليا العين. ما جبتش، جبت لي كري، ما جبتش لوغال، وبقى فيا الحال بزاف. اصلا انا عرفتي داك الشكل اللي كان في حياته كامله مكونساكري راسو غير القرايه، سيونس مات، قراي حتى لو ان سي جي كنت غير قرايه، خاصك تجيبي داك لي مونسيون داك الشيء. واصلا تصوري حنايا زعما ليسكا نورمالمون الكونكور ديالك كيكون صعيب، خاصك تكون قاري في كلاس بريباراتوار وفاهم داك الشيء باش. دونك كنت موجده راسي مزيان، جبت لي كري جبتو مزيان، ولكن اللغه ما سهلش عليا الله. وديك الساعه انا ما فهمتش الرساله ديال الله اللي بغى يعطيها ليا. ديبريميت، واحد ديبرسيون خايبه، وانا متعلقه بزاف بالوالد ديالي، وديك الفتره كان الوالد ديالي في العمره. كانت واحد لا ديبرسيون خايبه. في هذاك العام سبحان الله كنت مشيت جيت نفكر لك، نزيد نكمل لك. انا كيف ما قلت لك كنت غير قرايه، كيف ما كنتش كنديها في شنو لابسه وشنو ما لابساش، جو مون فو كاريمون. انا عندي واحد الهدف خاصني نقرا صافي. فبديت كان في داك الوقت بديت كنفكر انه خاصني زعما نديها في راسي، فهمتي؟ مني بديت كنعاود نتصالح مع راسي، فاش بديت كنعاود نقول اوف غادي نكمل 3 سنين في لو ان سي جي، ولكن بغيت نبدل من حيت صافي ما بقيتش باغا نكون غير داك الانسان اللي قرايه وما كتسوقش لداك الشيء الاخر. فبديت كنخيط راسي وداك الشيء كسيوات وهذا، باقي نعقل. جات عندي واحد البنت مزهوده كانت كتقرا معايا، قالت لي واش شي دابا عاد ماشي كتعرفي تلبسي؟ وهاد البنت شوفي والله حتى باغ ديفو حق لا سيتي با ما عنديش لاتونسيون، كانت هي اول بنت زعما مانكا غتلبس ليا في لا كوليكسيون. تصوري من واحد البنت جات عندي وكتقول لك دابا عاد واش كتعرفي تلبسي؟ هي هذيك البنت كانت هي اول مانكا عندي في اروى. مهم شنو عاوتاني اجا من موراها هذاك العام، كانت واحد ليفينمون سميتو اكاديميه اطر الغد. هاد الاكاديميه شنقول لك كيكونوا فيها الطلبه اللي كيقراو في لي غروند زيكول في الكليه ديال الميديسين وداكشي، غتكوني كتعرفيها.
وهذيك تما فاش مشيت كنت يلاه مخيطه الحوايج داكشي، وشفت تما باللي بحال كاين واحد المجتمع مصغر داكشي اللي غيكون من بعد زعما حياتنا، الناس اللي غيخرجوا زعما يقراو من بعد زعما يكونوا خدامين من بعد كلشي دايرين الحجاب، اغلبيتهم دايرين الحجاب وعجبوهم داكشي اللي كندير، وقال لي تبارك الله عليك منين شريتي هادو؟ قلت لهم لا راني خيرتهم. فاش رجعت هذاك العام كنت دخلت الاناكتوس، واناكتوس داك العام كنت انا فيس بريزيدونت، وكان خاصنا نديرو ان بروجي شي كنقول لك في 3 انو ان سي جي، كان خاصنا كنديرو لي بروجي تو امباور وومن. صافي وهي داك البنت ديال البريزيدونت كانت صاحبتي، قالت لي شوفي كوثر هي كتلبسي داكشي زوين، خدمي ديري بروجي مع الخياطات. قلت لها اوكي صافي ماشي مشكل. بديت مشيت عند خياطات واش ديروا معايا هذا البروجي. في الاول كانت هكا زعما انا بغيت نخدم مع الخياطات وداكشي، ما شدوش معايا الخط مزيان. وهذاك العام واحد البنت كنعرفها كانت كتقرا في الكليه ديال الاقتصاد في جديده، قالت لي راه لومباساد امريكان دايره واحد البروجي ديال كتعطي الدعم للنساء وكتعطيهم 2 المليون، ولكن هكا زعما كتشري لك الماكينات وداكشي. دفعت ليهم بسميتها داك الخيارات في الاول، كيف ما قلت لك فاش ما بقاوش زعما معايا كملت راسي خرج لي الدعم. دابا كنقول شوف دابا انا درت على قبل هذا صدقات لي انايا، قلت صافي غادي نكمل. كملت بقيت ديك الساعه كنت في كاتريام، من هادشي كامل كنقول لك بين 3 اني و 4 اني. في 4 اني صافي عطاوني الماتيريال وقلت لهم شوفوا انا باقا طالبه ما عنديش فلوس باش نشري التيشيرت داكشي، عطيوني زعما عافاكم كان كيعطوني 2 المليون، واحد 5000 درهم عطيوها ليا باش نشري بها التواب، حيت ما عنديش كيف انتم عطيتوني الماشين ما عنديش باش نشري انايا السلعه. صافي انا لوكا ديالي كان اكسيبسيونال، عطاوني 5000 درهم باش نمشي شريت بها التواب. جيت لكازا كنت انا ما عارفه حتى شي حاجه في كازا، غير واحد السيده جات معايا مشينا لحي الفرح خدينا تويبات وداكشي وصافي. وهي اللي خيطت لي هذيك لا بروميير كوليكسيون. عاوتاني باش نقول لك بزاف ديال المراحل في حياتي كانوا ما عرفتش ديسيدير. عرفتي هذاك الوقت جداتي ماتت الله يرحمها، وباقا كنعقل من النهار ديال التفاريق. عرفتي مشيت كنزوروها في المقبره، ومن تما مشينا كنصوروا حيت ما عندكش اختيار اخر. ديك الساعه كنت انا ديك الساعه صافي دخلت يلاه السيمانه الاولى في 5 اني اسناف. صافي مشينا صورناها وداك الشيء حطيتها فريمون كان تصوير واعر. واحد الولد سميتو بدر هو اللي زعما صور ليا، فريمون كان تصوير واعر وجا المانكان جا داك الشيء غزال واعر فريمون. ديك الكوليكسيون اللي كانت عندي بعتها الحمد لله، غير الناس اللي كانت الساعه كان غير الفيسبوك، غير الناس اللي قرابين ليا كيقراو معايا في الام سي جي وهذا. صافي من بعد جات الستاج وكان صعيب انه نكمل وانا في ستاج، لانه فريمون كيكون عندك بي اف او مازال في 5 زعما في الاسناف، واخا مع راكي عارفه الاسناف زعما كاع داك الاس كيكونوا فردين كيكونوا صعاب، ولكن تقاتلت معاها صافي مع البي اف او ما قدرتش حبست. فاش تخرجت صراحه جاتني واحد المومون ديال الشك، شنو غادي ندير دابا؟ وانا كنت باديه غير بالضحك زعما واش غندير دابا؟ راه المشكل مسؤوليه قدام والديك، واش نتي كنتي كتضربي التماره كتقراي كتجيبي مزيان، دابا تخرج تقول لي انا حقا ما حقا غادي نكمل في هذا البروجي. صراحه كان صعيب بزاف. مشيت دوز امتحان واحد هو ديال الماليه على قبل بابا، واحد البنت صاحبتي مشيت معاها للرباط وما دفعت حتى شي بلاصه اخرى. قلت صافي انا غنطي لهذا البروجي عام وغادي نشوف واش غادي ندير، وصافي وبديت ومن تما وانا في اروى. هذا ما كان. كيفاش اختاريتي اسم المشروع ديالك؟ اروى كتعني بالعربيه الفتاه الجميله. كما قلت لك انا في الاول فاش صورنا وداك الشيء بقيت انا وداك البنت اللي صورت معايا لا بروميير كوليكسيون هدى وبادر كنقلبوا في العربيه كل سميه شنو كتعني المعنى ديالها. صافي لقينا اروى كتعني الفتاه الجميله ومن تما جا الاسم. شحال د الفلوس باش بديتي مشروعك اول مره؟ انا باش بديت المشروع ديالي انا صراحه كان عندي البيدجي في الاول، غادي نشرح لك على زعما منين جبت البيدجي، ماشي من ديك بديت بشويه ولكن خسرت كلشي بقات عندي 3000 درهم. داك الشيء درت ب 3000 درهم ما دروش بالملايين اللي كانوا عندي قبل. المهم كان خويا اللي هو اللي ثق فيا اول واحد صراحه عطاني الفلوس ياكي، عطاني تقريبا ما قلتش مزيان ولكن وقيلا شي 7 المليون اللي عطاني ياك. انا كنت دوزت ستاج في لو سي بي وكانوا ان ستاج ريمونيري عطاوني 12000 درهم، وصحابي كانوا دايرين قرعه مشيت عندهم قلت لهم عافاكم عطيوني باش نبدا. ولكن انا ما كنصحش بهذه البدايه واخا كيكون عندك راس المال. علاش؟ لان ما كيكونش عندك معرفه كفايه. المعرفه في الاول هي اللي كتساوي الفلوس بزاف. راه يكون عندك غير مليون والمعرفه توصل بها. انا هذا هي النتيجه اللي قلت لك انا كان عندي هاد الفلوس وفي الاول ما يبداش واحد مجهد. انا كنت باغا نبدا مجهد ندير تصوير واعر ندير فيديو واعر كوليكسيون كبيره دايره فيها 40 موديل ما شنو المهم الحماقه وهذا. خسرت كلشي مشى ليا. بديت مع واحد لاتوليي وكنت المهم كيشوف كنت يلاه باديه وبنت المهم باقا الحقره
باقا الحق راه ما كنتش عارفه وما كنتش كنوبتيميزي المشيه ديالي. انا ساكنه في جديده وفي كازا كنمشي للرب الفلا. المهم سيتي با اوبتيميزي ودرت بزاف ديال الموديلات 40 موديل وكل موديل خاصك عرفتي الباتروناج ديالو كيتقام لك ب 500 درهم 400 درهم. يعني جي ديبونسي الفلوس شريت تواب بزاف. ما كانش هادشي اللي كنقول للناس راه شوفوا راه ماشي بقات في راس المال. بدا براس المال شويه والمعرفه غادي وكتاكيمولا وانا غادي وكنتعلم. وقلت لك بقات عندي 3000 درهم وداكشي اللي بقى عندي ب 3000 درهم ما درتوش بداكشي اللي عندي هاد الفلوس كاملين تقريبا 8 مليون 9 مليون ما درتهاش بيه. كيفاش تغير الروتين ديالك من مورا ما وليتي مولات شي؟ كيفاش تبدلت لا روتين ديالي؟ ودابا اصلا انا كما قلت لك بديت البروجي ديالي وانا كنت باقا كنقرا. يعني ما كانش عندي ان روتين اللي نقول لك ديال شي واحد كيخدام ولا شي حاجه. من القرايه قرايه الخدمه. ولكن شنو تبدل فيا هو في الاول كان دو فاز. في الاول بحال انغلقت على راسي لانه كانت المسؤوليه كبيره عرفتي وبنت باقا صغيره وتدير هادشي كامل وفي الاخر كلشي. انا من الاول فشلت. ديما كنقولها لهم كنقول لهم انا من الاول فشلت. من العام الاول خسرت فلوسي كاملين وصافي والدنيا كحالت في عينيا. بحال اللي انغلقت على راسي بحال اللي سديت عليا في لو سيركل الاجتماعي. من بعد بديت كنفهم باللي شوفي كيف ما تكون حنا الناس كائن اجتماعي خاصك العلاقات زعما كتعاونك بزاف. الا بغيتي تطور خاصك تلاقى مع ناس خاصك توصل مع خاصك تكون سوسيابل. من الاخر شنو تبدل فيا هو انه عاوتاني وليت كان قوه التحمل كونتربرونور. انت عارفه كتكون خاصك دير 100 مطرقه ومطرقه. خاصك تقسم وقتك. خاصك تعرف تجيري راسك في ستريس. راه ماشي تكتبها في السيفي تقولي انا كنقدر نخدم تحت ستريس. لا خاصك تعرف كيفاش تخدم تحت ستريس. تعرف كيفاش تجيري لي زيموسيون ديالك لانه فريمون يكونوا بزاف ديال المشاعر كتعيشهم وانت اونتربرونور. ما خاصش شي حاجه تاثر على كيفاش يدوز نهارك. علمتني بزاف صراحه المقاوله. علمتني بزاف الاشياء. علمتني كيفاش نصبر لانه بعض المرات كيكون اللحظات ديال الضغط كما كنهضروا قبلنا كنهضر معاك في هذه الفتره. حنا مثلا عندنا ديال رمضان كنكونوا كنوجدوا لها بزاف كاين الضغط رهيب. خاصك تتعلم صبر. خاصك تعلم سيرتو مشكل حنا الدومين ديالنا ضروري يكون عندك ديفو. ضروري ديفويات ما يمكنش ضروري يطرا لك شي مشكل. خاصك تعلم تثبت راسك. شتي دابا انا كانت شحال هادي ما كيطرا شي ديفو ما كنتش كنثبت راسي. شي نهار السبت وصلتني واحد السلعه يلا 250 بياسه تقريبا 6 المليون. يلا البنت هاد تصورها قالت لي شوفي هذه كيفاش دايره. قلت لها لا ماشي هكا خاصها تكون. قالت لي لا هكا. قلت لها دونك ديفو. فاش قلت لها انت ديري وريتها كيفاش تحطها ليا ديفو بصح ديفو في الفصاله. انا قبل كانت كيطرا هذا المشكل صافي ما كنعرفش كنبدا نبكي ولا ما كنقول شنو ندير دابا ومشات لي 5 المليون وهذا. فاش طرا هذاك الشيء نهار السبت بقيت جالسه وكنقول ياتي بها الله ان الله لطيف خبير. صافي دابا وات نيكست خصني نلقى الحل. حنا كمقاولين شنو كديري ملي كتحلي عينك انك تلقاي الحلول. وهذا الفرق بين واحد مقاول وبين وي ار ا بروبلم سولفر. خاص ما كاين راه اصلا يكون المشكل. خاصك تتعلم كيفاش زعما تهدن وطلب العون من مولانا وتلقى الحل. صافي هذه هي المقاوله. من زعما لا كنا نقولوا واحد الخلاصه تلقى الحل تهدن ولا طرات شي خساره ماشي مشكل يعوض الله يلا نيكست. ماشي نقول صافي وانا دمرت ومشات لي 6 المليون و 5 المليون غادي نلقى لها الحل. لا ما خرجتش مثلا والحمد لله السيده لقات لها الحل. كل ما لقات لها الحل صافي غنبيع الصايه بوحدها والفوقاني خلفوا الله ماشي مشكل. ولكن ما خاصنيش نرجع للور خاصني نزيد لقدام لانه هذه الحياه. راه ما يمكنش يكون واحد الحياه راه ماشي واحد سميتها واحد ليكواسيون لينيير. راه كاين بزاف ديال الطلوع والهبوط والحمد لله.